قبل ما نتكلم عن تاريخ الكهرباء، خليني أقولك إن البشرية آخر 150 سنة شهدت تطور تكنولوجي عجيب. بالظبط قبل 225 سنة بالظبط كان الإنسان ما عندوش إضاءة ولا لمبة ولا يعرف أي استخدامات للكهرباء ولا إضاءة بالكهرباء ولا تكنولوجيا. كانت الحياة بدائية جدا، وكانوا بيعتمدوا في الإنارة على شمعة أو لمبة غاز. بالصدفة من 225 سنة العالم أليساندرو فولتا يكتشف ويخترع أول بطارية في التاريخ تولد تيار كهربي. وكان اكتشاف التيار والاختراع للبطارية اللي هي العمود الفولتائي صدفة بحتة تماما تنقل تاريخ البشرية نقلة تغير حياته تماما، وتوصل بيه انك ماسك تليفون في ايدك، عندك اضاءة في كل حتة، متصل بشبكة واي فاي بتتجاوز المسافات، شبكة بتربط العالم كله ببعضه. صدفة بحتة لان العالم فولتا ما كانش يعرف يعني ايه بطارية ولا تيار كهربي مستمر، ولا كان عايز يخترع حاجة تساعده او تعمل حاجة. كل ما في الامر ان قبل العالم فولتا كانوا بيلاحظوا ان في مواد بتوصل كهرباء، مواد عازلة، بيحصل تفريغ كهربي، بس ما كانوش عارفين ايه اصل الكهرباء دي. هما كانوا بيشوفوا ظواهر بس. مرة عالم تشريح اسمه لويجي جالفاني بيشرح ضفدع، لقى ان رجل الضفدع انقبضت واتحركت. قالك يبقى الكهرباء بتيجي من اجسام الكائنات الحية الحيوانية، والكهرباء حيوية. العالم فولتا رفض الكلام ده وقال ان الكهرباء جت من المعادن اللي كان بيستخدمها في التشريح وتفاعلها مع الأحماض اللي في جسم الضفدع. وبالفعل دخل معمله وجاب معادن مختلفة زنك ونحاس وحط بينهم فوطة مبللة بمحلول حمضي. لاحظ ان في تيار كهربي بيتولد بمجرد ملامستهم. لما رص اكتر من كرسي زنك زائد نحاس وبينهم طبقات مبللة بحمض، لقى التيار بيزيد. ودي كانت اول بطارية، وكان اول مرة يشوفوا تيار كهربي مستمر، وما كانوش يعرفوا اي استخدامات ليه في الوقت ده.